لو كان ممن يفهم أول شيء بعد لا يلبس مثل هذا اللباس. فما أردت أن أبين له أني أحسن من اللغات ما لا يحسنه هو أيها الطبيب، وأني درست في مواضع أنت لا تعلم أن الله خلقها على الأرض. الشيخ سعيد الكملي عالم جليل ذو بيان، أتقن العربية والفرنسية، نهل من مدارس عريقة تفوق الحسبان، مدارس لا تخطر حتى على بال الإنسان، في علوم الدين واللغة له برهان، يحفظ النصوص ويفهمها بالميزان، خطابه يجمع بين عقل وإيمان، بأسلوب يشد القلوب بالآمان، إنه منارة علم في هذا الزمان، يقود العقول نحو الفهم والبيان، شهد له بالفضل في كل مكان، فهو للعلماء حقا من عرف خير عنوان. عرف ما يريد، عرف كيف يقصد إلى ما يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن شخصية فريدة من نوعها، عالم جمع بين عبق التراث الإسلامي ومتطلبات العصر الحديث. إنه الشيخ سعيد الكملي، العالم الذي أسر قلوب الناس بعلمه وتواضعه. ما الذي يميز الشيخ سعيد الكملي؟ ولماذا يحظى بهذه المحبة والاحترام من الناس؟ وكيف استطاع أن يوازن بين علوم التراث وروح العصر؟ ولماذا نراه بعيدا كل البعد عن السياسة وأحداث الواقع؟ تابعوا معنا لتتعرفوا على هذه الشخصية الفريدة. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن جوده في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، هو من الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزال والمواهب أوسع. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على منهجية الشيخ سعيد الكملي، مواقفه العلمية وأثره في المجتمع، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العلماء في عصرنا. الشيخ سعيد الكملي بغينا نعرفوا فينا هو الشيخ سعيد الكملي اللي حبيبنا وتنحبوه. شنو الرأي ديالو في هاد مدونات الأسرة وهذا الشيء اللي التعديلات هذا الشيء؟ الله يجزيكم بخير، حنا تنحترموا العلماء ديالنا وكنقدروهم، والشيخ سعيد الكملي شرف المغرب وشرف المغاربه وكل شيء كيسمع ليه وكل شيء كيتمناه غير يتلاقى معاه ويتصور معاه، وانا من بينهم تنحبو. الفيديوهات ديالو دائما مطلوقين عندي، انا واحد من ولاد الشعب اللي تيحبوه وتيثيقوا في العلم ديالو وفي سميتو في المذهب المالكي اللي هو ضابطو. عافاك اللي كيعرفو واللي من عائلته ولا شي قادر واحد يوصل الله يقول لي عافاك دير شي فيديو شرح لينا، الله يجزيك بخير، كنثيقوا فيك، كنحبوك، كنحماقوا عليك، نحبك. اين انت؟ العالم المتفرد بين التراث والواقع، في عالم يعج بالتناقضات والتحديات الفكرية والاجتماعية، تبرز شخصيات تجمع بين العمق العلمي والتوازن الفكري، ومن أبرزها الشيخ سعيد الكملي، الذي يمثل نموذجا فريدا لعالم يجمع بين التراث الإسلامي العريق والروح العلمية المعاصرة. لقد أثارت منهجيته وشخصيته الكثير من النقاشات بين مؤيديه ومنتقديه، ما جعله شخصية مثيرة للاهتمام وجديرة بالدراسة. العالم المتمسك بالتراث. يعرف الشيخ سعيد الكملي بأنه عالم فقيه وداعية متمسك بعلوم التراث، يجمع في مجلسه بين الفقه والحديث والتاريخ الإسلامي، مقدما طرحا علميا عميقا ينطلق من أصول علمية متينة، لكنه في الوقت نفسه يختار الابتعاد عن المشهد السياسي والجدل المعاصر حول القضايا المجتمعية الكبرى، مفضلا التركيز على العلوم الشرعية بصفائها ونقائها الفكري. هذا التوجه جعل الشيخ الكملي رمزا للعلم الذي يتجنب الصراعات البرلمانية والخلافات السياسية، وهو موقف ينظر إليه من زاويتين مختلفتين. فمن جهة يراه البعض حكيما في انتقاء العزلة العلمية،
حيث يركز على الجوانب التعليمية والإرشادية دون أن يتورط في الصراعات التي قد تشوش على رسالته. ومن جهة أخرى يرى منتقدوه أن تحفظه عن الخوض في القضايا السياسية قد يبعده عن الواقع ويحد من تأثيره في زمن تحتاج فيه الأمة إلى مواقف جريئة وواضحة. بين الوسطية والاعتدال يمثل الشيخ الكمالي نموذجا للوسطية والاعتدال في الطرح، حيث يسعى إلى التوفيق بين احترام التراث الإسلامي والانفتاح على متطلبات العصر. هذه الموازنة ليست بالأمر السهل في زمن يتسابق فيه كثير من العلماء والدعاة إلى كسب الجماهير من خلال مواقف قد تفتقر أحيانا إلى العمق أو الاتزان. فقال له جرير يا أمير المؤمنين المحلب، إذا أردنا أن نحلب هنا سنحلب من المساكين. ويشير له المحلب يا أمير المؤمنين. فدفع صفحة من تلك الصفاح، دفعها بقضيب يقول خذ، قال خذها، وهو يضحك خذها لا نفعك الله بها. فقال له جرير بلى يا أمير المؤمنين سينفعني الله بها وبكل ما أعطيتني. وخرج، وكان هذا بدأ الاتصال بعبد الملك بن مروان. يتميز الشيخ الكمالي بقدرة على تقديم العلم بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والجاذبية الخطابية، ما يجعل مجالسه العلمية مقصدا للطلاب والمثقفين على حد سواء. محبة الناس للشيخ الكمالي. ما يميز الشيخ سعيد الكمالي أيضا هو المحبة الجارفة التي يكنها له الجماهير. هذه المحبة نابعة من تواضعه الجم وحرصه على خدمة الناس بعلمه دون أي غرض مادي أو شهرة. في زمن يكثر فيه الجدل والانقسام يبرز كلام الشيخ الكمالي كصوت الحكمة الذي يقرب القلوب ويذكر المسلمين بأصول دينهم بأسلوب بسيط وعميق في آن واحد. الإرث العلمي والمجتمعي. لا يمكن إنكار أن الشيخ سعيد الكمالي قد ترك بصمة واضحة في مجال العلوم الشرعية والدعوة الإسلامية. تحديات المرحلة وآفاق المستقبل. في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الأمة الإسلامية يبقى السؤال المطروح: كيف يمكن للعلماء أن يوازنوا بين دورهم كحماة للتراث وكمرشدين في واقع مليء بالتناقضات؟ ذهبت ببنيتي إلى طبيب عيون، وكان وقت شتاء وقد لبست جلابتين، وهذا منظر يوحيك أنني إنسان جاء الآن من البادية بعد أن ربط البقر وأدخل المحراب وأنا أكلم إنسانا درس ما أدري أنا فين وكذا. فقال لي شيئا عن بنيتي،